اسمي أرنولد فان. اعتنقت الإسلام قبل 2 سنين. عمري 49 سنة. أنا عضو في المجلس البلدي في مدينة لاهاي، ورئيس مجلس إدارة في حزب الوحدة، وهو حزب مبني على مبادئ إسلامية. جئت من عائلة نصرانية، ولدت وكبرت في مدينة لاهاي. أنا أكبر إخواني ال5، وكنت عضوا في حزب الحرية الذي كان يعادي ويضاد الإسلام، وكان هذا قبل إسلامي بفترة قليلة. قبل إسلامي كانت لي نظرة مختلفة عن المجتمع وعن الإسلام في حياتي القديمة. كنت أنظر إلى الإسلام بشكل سلبي، كنت منشغلا بالسياسة ولم أكن أهتم بالإسلام أو بمعاداته. جئت من أسرة نصرانية دافئة، ولا زالت لدي ذكريات جميلة منها. أشكر والدي على المعايير والقيم التي علماني إياها، كما أن لوالدي أيضا دور مهم في دخولي للإسلام. شاركت في إنتاج فيلم الفتنة الذي يتكلم عن الإسلام والرسول بصورة مسيئة، وكان السبب الرئيسي لإنتاج هذا الفيلم هو أننا كنا نريد إنذار الناس من الإسلام، وهذا هو السبب الذي جعلنا ننتج فيلم الفتنة. لم نكن نتوقع أن تكون ردة الفعل بهذا الشكل الكبير، لأن الفيلم لم يكن محترفا. أبهرنا ردود الأفعال، وهذا من الأسباب التي جعلتني أفكر بالإسلام. عندما رأيت الكثير من الردود والكثير من الناس الغاضبين المجروحين في قلوبهم، هذا أعطاني الإحساس أن شيئا ما غير صحيح. فلقد جرحنا الكثير من الناس، ولا يمكن أن يخطئ مليار مسلم، فلربما فعلنا شيئا ليس بجيد. بدأت الترددات عندي حول الردود على الفيلم. كان القرآن هو مرشدي والأهم في كل الأشياء. فكرتي عن القرآن قبل الإسلام كانت مختلفة تماما عن الفكرة الآن، والنظرة عن الإسلام المتواجدة عند الناس هي النظرة التي يعطيها الإسلام والسياسيون. وعلى كل شخص أن يتعلم بنفسه، وهذا ليس بعذر مقبول، فعلى كل شخص أن يتعلم هذا الدين بنفسه. قراءتي للقرآن الكريم غيرت نظرتي 100% عن الإسلام، وكلما قرأت منه أكثر كلما ازداد شوقي للمزيد. كنت أشعر بدفء عجيب عند القراءة، ولكن مع ذلك يمكن أن أقول إن الآية التي أثرت بي هي في سورة النساء، الآية 36 إلى الآية 40، التي شعرت من خلالها بالحب. وتلخص الشعور الآن هي الآية التي تخبرنا أن الإنسان عليه أن يكون فيه خير، وأن يعطي الحب لمحيطه وجاره ووالديه وابن السبيل، وأن تشارك الآخرين في مالك ولا تكن شحيحا. إنها تلخص القرآن كله، إنه كله خير وقدوة حسنة. نطقت بشهادة مع أحد الإخوة في المسجد في إحدى الغرف العلوية، وكنا نحن الاثنين فقط. وقبل نطق الشهادة كان لدي إحساس أن هذه اللحظة نتيجة لدراسة سابقة. كنت أشعر بأني مسلم في سابق الأمر، وذلك بعد السنة التي قرأت فيها عن الإسلام وطلبت العلم. أذهلتني اللحظة التي نطقت بها الشهادة، كانت مؤثرة جدا. لقد انفعلت كثيرا وبكيت أيضا، وأحسست أنني تحت غطاء دافئ، وكأن يدا على عاتقي تقول لي: الآن أصبحت مسلما. فالقرآن هو مرشدي، فهو الكتاب الذي يخبرني عن حالي في حياتي، وكيف أتعامل مع نفسي ومع الآخرين ومع المجتمع ككل. القرآن الكريم هو المرجع في الحكمة والحب والعلم. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي النهاية أعزائي المشاهدين، إذا أردتم قصصا مثل هذه اتركوا لنا في التعليقات، وسنقوم بتنزيل قصص أخرى إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.